في الدايت الناس 3 انواع. نوع بيلتزم بالدايت لمدة اسبوع وبعدين يلاقي نفسه مش عارف يكمل وبيوقف، ونوع تاني بيلتزم بالدايت لغاية ما يخس ويوصل للجسم اللي هو عايزه لكن فجأة بكل سهولة بيرجع يزيد. النوع التالت الجامد جدا بقى اللي بيعرف ان هو يخس وبعد ما يخس يفضل محافظ على الدايت بتاعه نفس مستوى اكله ويفضل محافظ على نفس وزنه لمدة سنة على الاقل. الشخص ده في الغالب هيعرف يكمل كده على طول. الفرق بين ال3 اشخاص دول معتمد على 3 حاجات: الإرادة والانضباط الذاتي والعادات. النهارده هقول لكم على حاجات تعرفوا بيها تبقوا من النوع التالت ده تعرفوا تكملوا في الدايت. بس قبل ما نبدا طبعا الحاجات الجميله بتاعتنا بتاعت سبسكرايب ودوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. تابعوني على الانستجرام يا جماعه، انا على الانستجرام بحط محتوى مختلف خالص عن اللي هنا، لينك الانستجرام في البايو. ويا جماعه انا بحقق نتائج رهيبه مع الناس بجد، واحنا بقالنا تقريبا شهرين و10 ايام والسنه تخلص، فدي فرصه كويسه جدا انكم تغيروا شكل جسمكم وتغيروا حياتكم وتحققوا نتائج زي الناس دي. المتابعه معايا مختلفه في ان انا مش بس بديك النظام او بتابع معاك وخلاص، لكن بيكون في جلسات هيلث كوتشنج نعرف بيها ازاي نكمل في الدايت وازاي يبقى لايف ستايل. الإرادة هي الحاجة الأساسية اللي هنبدأ بيها الكلام، أو هي أهم حاجة في الموضوع كله. ليكن أنا عايزة ألتزم بعادات صحية وعايزة أخس وأغير حياتي، والعادات الصحية كتير، زي ان انا اشرب مية كتير، زي ان انا ما اقومش من النوم اكل على طول، زي ان انا ازود في الفطار بتاعي نسبة البروتين. عادات كتيرة جدا المفروض ان احنا نحسبها. ليكن انا كشخص جيت قلت انا عايزة التزم بعادة ان انا اشرب مية كتير، بس لقيتني في الحقيقة اصلا العادة دي بالنسبة لي سهلة، انا في العادي بشرب مية كتير، بشرب مثلا 3 لتر مية في اليوم، فاذا العادة دي مش هتقويلي الإرادة بتاعتي. عاده مثلا زي ان انا اكل طبق سلطه او برضو لقيتها سهله شويه، فاذا مش دي العاده اللي هتقوي لي الاراده بتاعتي. افضل كده لغايه ما الاقي عاده لما اجي اعملها هلاقي فيها صعوبه، بس الصعوبه دي مش لدرجه ان انا ما اعرفش اعملها، او مش لدرجه ان انا احس ان انا مرهق جدا بعد ما بلتزم بالعاده دي. على سبيل المثال مثلا عاده زي ان انا لما اقوم من النوم استنى ساعه قبل ما اكل واحط في اول وجبه اللي هي بروتين بنسبه كبيره. افضل اعمل العاده دي هلاقي في البدايه مثلا فيها صعوبه وامسك قوه ارادتي واقول لا انا مش هاكل غير بعد ساعه، لغايه ما هلاقي نفسي مع الوقت من تاني او تالت اسبوع الموضوع بالنسبه لي بقى تلقائي، وبقيت اقوم من النوم مش جعان اصلا. لما الاقي العاده دي اتنقلت من عاده ان هي حاجه صعبه لان هي خلاص الموضوع بقى معايا يحصل تلقائي، ابدا اخش على عاده تانية. دي نقطه مهمه جدا وهي يمكن اللي بيقع فيها النسبه الكبيره من الناس اللي بتكمل في الدايت اسبوع او اسبوعين وبعدين بتوقف الدايت. النقطه دي هي ان انا عايز نتيجه بسرعه، انا التزمت بالدايت اسبوع اسبوعين ما لقيتش نتيجه، فاذا انا مش هكمل في الدايت. فانت لازم تغير صورتك ومفاهيمك عن نفسك. بصوا يا جماعه، السمنه مرتبطة بشكل كبير بالعادات الغذائية وبالدايت والكلام ده كله بنظبطه بالأنظمة الغذائية، ومرتبط جزء تاني بنسبة أكبر بحالتي النفسية وبرؤيتي لنفسي وبرؤيتي للحياة بشكل عام. فلو أنا شايف إن الطبيعي بتاعي إن أنا باكل أكل مش صحي والدايت ده أنا بعمله عشان أخس، فأنا هفضل في مشكلة. وفي الغالب النوع ده ما بيعرفش إن هو يكمل في الدايت غير لما يغير تفكيره، يعني يفكر نفسه دايما ان الهدف العادات مش النتيجه اللي انا هوصل لها، الهدف ان انا اكمل في اللايف ستايل الصحي ده، لاني لما اخس لو ما التزمتش هزيد تاني، فهي فابدا افكر نفسي دايما ان انا كشخص قناعتي عن الاكل لازم تتغير، وصورتي لنفسي ان انا الشخص اللي بياكل اكل مش هيلثي بس هو بياكل هيلثي عشان عايز يخس تتغير. اقنع نفسي مع الوقت بالافعال بان انا افضل ملتزم بالاكل الصحي فتره مستمره. وتاني حاجة بدماغي ان انا افكر نفسي دايما ان ده الشكل اللي انا عايزة اكون عليه، فالشخص اللي بيوصل للشكل ده وبيحافظ عليه الدايت بالنسبة له بيكون هو اسلوب الحياة. ممكن يجي عليا وقت خلاص انا مش قادر اشغل ارادتي في موضوع الدايت، انا خلاص مثلا اتعودت ان انا بقوم من النوم مفطرش، اتعودت ان انا بعمل بس انا مش عارف اكمل عن كده، فممكن اقل شويه عن المستوى اللي انا وصلت له. ممكن الاقي نفسي مثلا لا انا محتاجه افصل، محتاج ان انا اكل حاجه حلوه، محتاج ان انا اعمل حاجه بره النظام بتاعي عشان اقدر ان انا اكمل. بس انا ضد فكره ان يبقى فيه فري في يوم محدود، يعني معروف مثلا ان انا بلتزم بالدايت اسبوعين وبعدين باخد يوم فري. انا ضد ده. ليه؟ لان انا ممكن اكون قادره اكمل بعد اسبوعين، ممكن يكون لسه يعني اقدر استحمل ان انا ما اكلش حاجه مسكره، دايما الفاصل الحاجه اللي مش صحيه اللي انا عايزه اكلها او العاده اللي مش صحيه او حتى العاده الصحيه اللي انا عايزه اوقفها اسيبها لما احس ان انا خلاص انا محتاج فعلا ان انا افصل وارجع تاني. وفي هنا نقطه مهمه جدا يا جماعه، ان ما ينفعش
بتقول اور نان، يعني يا اما انا بوظت الدنيا كلها يا اما انا ملتزم بكل حاجه. لما بنيجي نبدا في لعبه الاراده دي، ممكن في البدايه تلاقي نفسك مثلا التزمت بالدايت 3 4 5 ايام، وبعدين لا انا عايز اكسر، عايز اعمل اي حاجه. ومع الوقت مع التزامك بالدايت لفترات اطول هتلاقي نفسك رغبتك دي بتقل مع الوقت. تبدا تلاقي دوبامين جايلك من ان شكلك بيتحسن، او ان مقاساتك بتتغير، او انك بتاخد ثقة في نفسك اكتر، بقيت انشط. فبتلاقي نفسك تلقائيا رغبتك في الحاجة المسكرة قلت، لان انت شايف نتائج بالفعل. اخر حاجة مهم تركز فيها هي انك ما تقارنش بينك وبين حد تاني حقق حاجة، لان ده بيخليك تحس ان انت في سباق كده. الموضوع ده بيضغطك نفسيا جدا، وبيخليك صعب ان انت تكمل في العادات اللي انت عايز تكسبها، لانك طول الوقت مش باصص في ورقتك. فده هيرهقك جدا وهيخليك صعب تكتسب الارادة اللي انت محتاجها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.